السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البانيه من صدرين فراخ بس. لو اول مره تشوفيني اعملوا اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، متنسيش اللايك ومتنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه انا جبت صدرين من الفراخ كده وقطعتهم شرايح رفيعه خالص زي ما انتوا شفتوا دلوقتي كده، وجبت حبيتين من البصل وطماطمايه وفلفلايه وليمونه، وبدات ان انا اقطعهم كده واحطهم في الخلاط او في الكبه زي ما تحبي. طيب دي الخلطه بتاعت اللي احنا هننقع فيها البانيه. يبقى حبيتين من البصل كده حلوين وحبة طماطم وفلفلاية وعصرة من الليمونة. وحبة من الخل كده علشان البانيه يستوي معايا بسرعة، يعني هو انت بتحطش كتير خل علشان ما يتهريش. حطيت هنا توابل اللي كانت عندي توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وملح وحبة كمون صغيرة خالص. عايزه تحط شطه برضو حطي براحتك، بس الفلفل هنا كان حامي. وحطيت حبه من الميه وبدات ان انا خرطتهم كده كويس خالص زي ما انتوا شايفين في الكبه، وبدات ان انا احطهم على البانيه. دي هسيبها ساعه كده في التلاجة، اغطيهم واحطهم في التلاجة حوالي ساعه او نص ساعه لو انت مستعجله في نص ساعه كده، وبعدين ابدأ ان انت تعمليهم. هنا بعد ما عملتهم حطيتهم في التلاجة نص ساعة او ساعة الا ربع متهيألي. بدأت ان انا احطهم كده زي ما انتوا شايفين، اجيب البنهاية من الخلطة دي واحطها في بيضة. البيضة دي كنت حاطة عليها فلفل اسود علشان تحوش الزفارة، بحطها في البيضة وبعدين بحطها في بقسماط. البتاع البقسماط ده مش بقسماط انا طحناه، لا انا البقسماط ده عيش ناشف وخرطته في الكبة كويس خالص لغاية ما ناعم كده، وبعدين حطيت عليه رشة من الدقيق، وحطيت عليه فلفل اسود وملح علشان يتحيق. لو انت ما عندكيش العيش الناشف، ممكن بقسماط ناشف، ممكن فايش ناشف تخرطيه برضو في الكبة وتطحنيه في الكبة وتعمليه زي ما انا عملته كده بالظبط. اهم حاجة تضغط على البنهاية كده خالص، تضغط عليها خالص علشان تتفرد. يبقى عيش ناشف مطحون في الكبة وعليه معلقتين من الدقيق وعليه فلفل اسود وعليه ملح. يبقى في البيض اللي فيه فلفل اسود عشان الزفارة تتحاش من البيض، وبعدين نجيبه ونحطه في البقسماط والدقيق ونضغط عليه كده كويس خالص علشان البنهاية تتفرد معانا. شايفين دي كانت كل الكمية، بسم الله ما شاء الله، كمية البانيه اللي انا عملتها من صدرين فراخ بس. نبدأ بقى ان احنا نقليهم في الزيت. طبعا الزيت هنوطي على الزيت، يعني هنوطي حبة علشان البانيه ما يتحرقش معانا وما يكونش لسه استوى من جوه، لازم نوطي عليه كده وياخد السوا براحته. بدأت ان انا احطهم كده في الزيت زي ما انتوا شايفين. شايفين كده بدأت ان انا اقلبهم علشان طبعا اتحمروا من تحت. اول ما تلاقيهم خدوا لون كده من تحت تروحي قلبهم على الناحية التانية في الزيت. وبس كده، بعد ما يتحمروا كده نبدأ ان احنا نحوشهم من الزيت ونحطهم في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله كده الشكل والطعم تحفة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. متنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.